السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنعمل معاكم حبايبي النهاردة عجينة القطايف. معانا هنا بسم الله كوبايتين من الدقيق، كوباية مية دافية، معانا خميرة وبيكنج باودر، وهناخد معلقة من النشا. هتفرق معانا كتير في العجينة. ننزل يعني كده بسم الله معلقة خميرة صغيرة، كده، وننزل عليها بالمية الدافية. نحط الكوباية كلها. العجين الدقيق بيختلف عن التاني، فايه ممكن عجين ياخد مية كتير وعجين ما ياخدش، دقيق ياخد ودقيق ما ياخدش. ندوب كده الخميرة كويس. بعدين ننزل بالدقيق بسم الله. نحط معلقة النشا، معلقة كده مش مليانة قوي، مش هرمية يعني. كده هنحتاج مية تاني. نحط نص معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة كده. مش محتاجة خلاط ولا حاجة، بالوسط كده على طول تتضرب. خلاص بقت القوام ده. احط رشة ملح عشان لازم اي عجين يتحط له ملح. رشة ملح كده. اغطيها بقى واسيبها تختمر، وبعد كده نرجع نعملها مع بعض على النار. كده يا حبايبي العجينه بقت جاهزه، عجينه القطايف بالشكل ده. طالما عامله فقاقيع كده تبقى تعرفي ان العجينه ناجحه. هنروح بقى على النار بسم الله. احط مقلايه كده على النار، عشان انا ما عنديش طاسه تيفال، فهعمل في الطاسه الصغيره دي علشان يعني سميكه شويه. احط كده نقطه زيت بسم الله، بعدين امسحها بالمنديل بالشكل ده. بسم الله. اعمليها بقى عصافيري، تعمليها زي ما انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. هحشيها معاكم برضو، هنحشيها بالتمر وبالمكسرات. تحشي زي ما انت عايزه. طالما تعمل فقاقيع كده وتبقى مفتحه، تبقى كده العجينه بقت ناجحه ان شاء الله. هعمل بقى واحده واحده علشان تطلع كويسه.
على قد الطاسة. وممكن نعمل برضو منها من اللي هو الكبير ده اللي بتحشي لحمة. انا معاكم لحد ما اطلع دي، وبعد كده ايه انا اكمل انا مع نفسي عشان ما اطولش عليكم، بس اخلص دي الاول. اول ما تغير لونها كده يبقى خلاص استوت، ما يبقاش فيها العجين ده. شايفين مفتحة وجميلة ازاي؟ ابدأ احركها كده. الحمد لله مش لازقة ولا حاجة، علشان دهنة الزيت اللي انا حطيتها. بالشكل ده. جميلة اهي. كده حلوة قوي. نسويها كده. هكمله كله بقى بالطريقة دي علشان ما اطولش عليكم، وبعد كده نرجع نحشيه مع بعضينا. كده حبايبي خلصت تقلية القطايف بالشكل ده. شايفين جميلة ازاي؟ السوا بتاعها جميل. الكوبايتين الدقيق ما شاء الله عملوا لنا كمية حلوة، يعني دول وزنتهم لقيتهم 900 جرام. ده حلوين قوي. هنحشيها هنا بسم الله. معانا مكسرات، فول على زبيب على جوز هند، هنحشيها كده. ومعانا كمان بلح او تمر. شايفين بتتقفل وجميلة ازاي؟ شايفين جمالها؟ نعمل كمان بالتمر والبلح الرطب بالشكل ده. لما تطلعيها تحطيها على فوطة زي كده علشان ما تلزقش ببعضيها وهي لسه سخنة. ما تحطهاش فوق بعضها وما تحطهاش في طبق، حطيها كده على فوطة نظيفة بالشكل ده. هنعمل كمان شوية كورنيه كده بالشكل ده. نعملها كده ونبقى نحشيها قشطة، نحط عليها فول وجوز هند. اعمله كله بالشكل ده واقليها. انتوا عارفين بتتقلي ازاي. هقليها وبعد كده ايه نرجع نقدمها مع بعضينا. خلاص يا حبايبي كده قلينا القطايف بالشكل ده. ده اللي بالعجوة واللي بالمكسرات، وده الكورنيه. هنحشي الكورنيه ايه؟ هنحشيها قشطة. انا هنا قشطة كده. معايا هنا فول مجروش وجوز هند. اعملها بالشكل ده. انا طلعتها من الزيت، حطيتها على منديل علشان تنزل كل الزيت الزيادة اللي فيها. وبعد كده حطيتها في الشربات لما هديت شوية. عاملاهم كلهم كده بالشكل ده. ممكن تعملي صوص شوكولاتة وتعملي بيه. عاملاهم كلهم كده وارجع لكم. بس كده يا حبايبي حشيت القطايف
بالقشطة والفول السوداني وجوز الهند من العجينة لحد ما حشيناها وقليناها. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.